بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده اقدم لكم متممات المئة بشكل غير اللي انا حليته قبل كده. الشكل اللي موجود معانا في الكتاب بيجيب الاول الكمية اللي هو كاتبها، بس بيجيبها من بداية لوحة المئة. اما انا الطريقة اللي انا عملتها بتجيب نفس الناتج وكل شيء، ولكن من تحت من عند المئة من الأسفل. تمام، بحيث ان هو اصلا المفروض ان المئة معاها مثلا 43 مثلا، نفترض ناقصها كام ال43 علشان توصل للمئة. فهو ده على اساس ان انا كنت ماشية على لوحة المئة. اما الطريقة بتاعت الكتاب تعالوا نشوفها مع بعض كده. هنا موجود معانا بيقول لنا اوجد المتمم لكل عدد فيما يلي، ارسم وسمي القفزات الصحيحة على خط الاعداد. برضو هنا حل خط الاعداد بطريقة مختلفة، برغم ان هو طبعا بيسهل الامور على الطالب، ولكن خط الاعداد ينفع بالطريقة دي وينفع كمان بالطريقة اللي انا حليت بيها قبل كده. تعالوا بينا نشوف مع بعض. النهارده يا ولاد بقى درس النهارده يكون للصف الثالث الاساسي. تعالوا بينا نشوف كتاب النشاط بيقول ايه. هنا معانا اول سؤال هو ساعدنا فيه وحله لنا. حل هنا بالطريقة بطريقة ان هو بدأ هنا 36 المفروض المسألة. تمام اهو، خدوا بالكم معايا، زائد 64. يبقى هو هنا عمل ايه؟ قال لنا 36 زائد 64 يساوي 100. فطبعا احنا لو جايب لنا 36 بس وهنا مش موجود كنا هنعمل ايه؟ هو مشى على لوحة المئة بداية من الواحد، خدهم عشرات، لان انتوا عارفين من الواحد وهنا بتنتهي لوحة المئة ل10. فعمل كده ظللهم وادي كده 10 اهو، 20، 30. يبقى احنا كده خلصنا 36 دي 6 زائد 30 صح؟ يبقى احنا خلصنا 30. تمام، اللي هي ده اهي خلاص. واتبقى معانا 6 هنمشيهم خطوة خطوة على لوحة المئة. 1 2 3 4 5 6. يبقى احنا كده تممنا 36. تمام. طيب اللي باقي معانا كام؟ اللي باقي معانا الأول زي ما هو عمل على خط الأعداد، قال لك 1 2 3 4. باقي معانا 4 في الأحاد خلاص. وبعد كده نعد الباقيين عشرات كده، ادي 10، 20، 30، 40، 50، 60. يبقى كده 4 زائد 60 تساوي 64. يبقى يا ولاد المتمم لل36 مين؟ 64 هو حلها معانا. طيب تعالوا نمسح ده كله ونروح للمسألة اللي بعد كده، خليكم معايا. طيب انا عندي السؤال التاني ده هو اللي معاكم، ده هو اللي انتوا شايفينه. هنا 42 زائد كام يساوي 100. فهو عمل ايه؟ برضو رسم ال 42 كده، بدأ من الواحد لل10 عدهم 10 اهو. واحد كده اول 10، تمام، 20، 30، لان انتوا عارفين خدوا بالكم 42 يعني 2 زائد 40 خلاص. يبقى احنا هنعد 40 الاول خلاص كده 40 خلاص. يبقى احنا وصلنا في هنا 40 اهو. تمام، ال40 معاها كام خطوة؟ 2 في الأحاد، يبقى 1 2. يبقى احنا وصلنا كده كام؟ 42. طيب تعالوا بقى نكمل الصف اللي كان فيه الاتنين ده هم، عشان نكمل عشان نشوف ال10 محتاجة كام عشان تكمل الاتنين، محتاجة كام عشان تكمل ال10. تعالوا نشوف. هنجيب لون تاني كده اهو، نقول له باقيلنا 1 2 3 4 5 6 7 8. باقيلي 8 في الأحاد زائد هنشوف كام في العشرات. باقيلنا كام في العشرات اهو، ادي 10، 20، 30، 40، 50. باقيلنا 50. يطلع كام؟ 8 زائد 50 يعني 58 خلاص. يبقى 42 ناقصها 58 عشان توصل لكام؟ لل100. لو جينا تحققنا بالطرح زي ما كنا بنقول عوائل الطرح اهو، عائلة الحقائق 100 ناقص 58 اللي احنا جبناها، نشوف هتعطينا 42 ولا لا. هنقول لما بنيجي يا ولاد نستلف لل100 بتبقى الأحاد هنا 10 والعشرات 9، عشان الواحد ده خلاص بقى صفر استلفنا منه. 10 طرح 8 2، 9 طرح 5 يساوي 4. طلعت 42. فعلا 42، أيوة فعلا هنا اهو معانا 42. يبقى احنا كده طلعنا ايه المسألة. طب على طريقة بقى خط الأعداد، هو عمل ايه على طريقة خط الأعداد؟ هو الأول كتب كام؟ كتب ال 42 خلاص. يعني انا هاجي هنا اهوت عند الخط هنا اهو اكتب 42. تمام. طيب محتاج الاول كام عشان اخلص ال10 اللي هي مع الاتنين ديت؟ الاتنين في الأحاد محتاجة كام عشان تكمل 10؟ زي ما انا كنت دايما بقول لكم محتاجة 8. فانا الاول كده اهو هقفز 8 خلاص.
8. وهنا محتاجين نقفز كام خطوة؟ 40. يبقى أنا ممكن أقفزها مرة واحدة زي ما هو قفز هنا 60، لأن 64 قال لك 4 زائد 60، قفز 4 الأول أهم، وبعدين قفز 60 مرة واحدة. ينفع إن أنا أقفز كده بعد ما قفزت 8 اللي يساوي كام يا ولاد؟ يبقى أنا تممت 50. يبقى أنا أجيب له لون تاني كده وأقول له كده لما أنا قفزت 8 كملتهم على الاتنين اللي في الآحاد ده أهي، أصبحوا كام؟ 50. طيب وبعدين استنوا بكتبها كده الأول عشان تبقى واضحة معانا. وبعدين بعد ما وصلنا ل50 هنقفز كام يا ولاد؟ ايه اللي يكمل على الأربعة عشان يوصل بعد ال50؟ ايه اللي يكمل عليها عشان نوصل لل100؟ يبقى احنا محتاجين كمان 50. يبقى احنا هنقفز كده اهو 50 توصلنا لل100. يبقى 50 زائد 50 تساوي 100. تمام؟ طيب او في طريقة تانية على خط الأعداد وسهلة جدا برضو بس بتبقى خطواتها كتير، اللي هي نقول 50 محتاجة كم 10 لما توصل لل100؟ نقول 50 60 70 80 90 100، ونعد الخطوات 1 2 3 4 5، طلعوا 5 ب50. خلاص. طيب يبقى على خط الأعداد كده اهو هقفز له أول قفزة كده 8 عشان الاتنين تكمل 10، وارجع أوصل أقفز كمان 50 علشان توصل لل100. طيب تعالوا نشوف السؤال التالي اللي بعد كده. معانا بيقول لي 85 محتاجة كام عشان توصل لل100؟ على خط الأعداد بدأ من الواحد زي ما قلت لكم يا ولاد، بينتهي عند ال10. ادي أول 10 20 30 40 50 60 70 80. ها يبقى هنا وصل 80 اهو. احنا ال85 يعني كام؟ 5 زائد 80. يبقى انا فاضل لي كام؟ انا خلاص خلصت ال80 فاضل لي 5. اجي من اول الصف تاني ابدا من اليمين اقول 1 2 3 4 5. تمام يا ولاد؟ طيب محتاجه كام عشان ال5 دي تخلص ال10 ويبقى هنا 90؟ خدوا بالكم عشان دي تبقى 90 محتاجه كام؟ 1 2 3 4 5. هجيب لها لون تاني اهو اوضحها تاني. 1 2 3 4 5. يبقى ال5 دي محتاجه 5. 5 دي محتاجة 5 عشان توصل لكام يا ولاد؟ توصل ل10 عشان تكمل 90. يبقى أنا أقول له محتاجة 5 في الآحاد زائد كام في العشرات؟ 10 اللي بقت معايا في في لوحة ال100 10. أقول له 10. 5 زائد 10 يساوي كام؟ 15. يبقى ال85 يا ولاد محتاجة 15 عشان توصل لكام؟ لل100. هعملها ازاي على خط الأعداد؟ تعالوا نشوف. هبدأ الأول من 85 اللي هو عطاهالي واقفز 5 عشان ال5 دي توصل ل10 لازم اقفز 5 يصبح العدد 90. وبعدين اقفز يا ولاد بعد كده اشوف ال90 محتاجة كام عشان توصل لل100؟ محتاجة 10. اقفز كمان 10. يبقى انا وصلت كده لكام؟ لل100. طيب السؤال التالي زي ما انتوا شايفين برضو هنا معانا 27، يعني نقول له 7 زائد 20. هنقفز الاول ال20 على لوحة ال100 وبعدين ال7. هقول له 10 20 والسبعة فين؟ من بداية الايه؟ العد الجديد. 1 2 3 4 5 6 7. تمام. ال7 دي محتاجة كام عشان تخلص ال10 دهيت اللي هي 30 عشان تصبح 30؟ مش ده 10 20 وده الصف التالت. الصف التالت يعني 30. باقي لنا 1 2 3. يبقى باقي لنا كام؟ 3. نكتبها كده في الآحاد. خلاص. وبعد كده نعد بقى بالعشرات اللي موجود معانا عشان خلاص احنا خلصنا ال10 التالتة. نعد بقى 10 20 30 40 50 60 70. يبقى 3 زائد 70 يساوي 73. يبقى احنا محتاجين 73 علشان نكمل ال27. ولما نيجي ندور على الحقائق بتاعتها اروح اعمل كده. هقول له 100 طرح 73 اللي انا طلعتها شوف هتساوي كام يا ولاد. قلت لكم بعد الاستلاف دي هتبقى 10 ودي 9. 10 ناقص 3 7 و9 ناقص 7 يساوي كام يا ولاد؟ يساوي 2. يبقى فعلا طلع معانا 27 العدد ده اهو اللي كان في الاول المسألة. يبقى انا كده تحققت بايه؟ بعملية الطرح. تمام يا ولاد. يبقى ده بالنسبة لمتممات ال100 اللي في كتاب النشاط على حسب طبعا في المتابعة النهاردة طلبته مني وانا حبيت انزله لكم واعرفكم ان دي طريقة الكتاب والطريقة اللي انا حليت بيها بتجيب اجابة صحيحة ولكن ليست بطريقة الكتاب. تمام. طبعا يا ولاد كل المسائل اللي انتوا شايفينها دي بنفس الطريقة
وهنا بقى تحت بيقول لي الآن استخدم أعداد من اختيارك لإكمال الشبكة. ممكن أقول له بقى أي عدد من دماغي، ولو يكن مثلا أقول له مثلا 24 مثلا، فأقول 4 زائد 20. تمام. ال20 نقفزها الأول، نقفز عشرينات، نقول 10 بداية من الواحد وهنا 10. 20. خلاص خلصت الإيه؟ ال20 خلاص أهو. باقيلي كام؟ 4. أبدأ من الصف الجديد، 1 2 3 4، وأروح ملونهم كده. طيب واروح كاتب خلاص دول انتهى العدد اللي معانا هنا. طب انا محتاج كام هنا عشان اكمل ال100 بقى؟ اروح جايب له بقى لون تاني كده، واقول له باقي لي عشان اكمل ال10 الاول وتصبح 30. هقول له 1 2 3 4 5 6، يبقى باقي لنا 6 زائد العشرات كام؟ ده 10 20 30 40 50 60 70، يبقى 70. 60 زائد 70 يساوي 76. يبقى 24 محتاجة 76 علشان توصل لكام؟ لل100. طب تعالى نعمل على خط الأعداد. نبدأ من 24 اللي أنا اخترتها، هقوله الأربعة ناقصها 6 عشان توصل ل10 وتصبح 30. يبقى أنا قفزت كام؟ زائد 6. تمام. وارجع بعد كده وصلت لل30. 30 فاضل لها كام عشان توصل لل100؟ احنا واخدين أزواج ال100 30، يبقى لها 70. يبقى 70، يبقى احنا نقفز 70، يبقى وصلنا لل100. نزود 70. خلاص. طيب نتحقق ازاي؟ بعملية الطرح. اخد ال100 اقول له 100 طرح ل24 او اللي انا جبتها الجديدة 76 يساوي، هنا زي ما قلت لكم بتصبح 10 وهنا 9 بعد الاستلاف. 10 ناقص 6 4، 9 ناقص 7 يساوي 2. بالفعل ادينا 24 اللي كنا احنا ايه اخترنا نمثل بيها الاول في لوحة ال100. اعطيكم كمان مثال عشان ابقى خلصت ضميري. معانا هنا، بس خدوا بالكم يا اولاد الطريقه اللي انا حليت بها في الاول طريقه بتجيب الناتج صح، ولكن الكتاب عايز الطريقه اللي انا بحل بها دلوقتي. هنا بقى بتحطوا برضو اي عدد تاني من دماغكم، اي عدد يا اولاد. تمام. يعني مسائل سهله جدا جدا. خلاص. حتى هنا بيقول لنا تحت استخدم اعداد من اختيارك مجددا لتجد متممات ال100، ولكن الان ادخل ادخل عددا بين 1 و9. تمام. يعني احنا يا ولاد هندخل عدد ما بين مين؟ 1 و9. تمام. هفترض مثلا يا ولاد ان انا هدخل ال8. خلاص خليكم معايا. هو ليه ضرب لي المثال ده؟ لان المثال ده ال8 ما كملتش اصلا لسه ال10، يعني لسه ما كملتش ال10. تعالوا نشوف كده ال8 على لوحة ال100 اعملها ازاي. هاجي كده اقول له 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب ال8 محتاجة كام عشان تكمل ال10 تبقى معانا أول 10؟ محتاجة 1 2، صح؟ يبقى أقول له 2. وبعدين باقيلي كام؟ 10 20 30 40 50 60 70 80 90. يبقى 2 زائد 90 يساوي 92. يبقى ال8 دي اللي أنا طلعتها اللي كانت موجودة ما بين ال1 و9 محتاجة 92 عشان توصل لكام؟ لل100. اجي اجيبها ازاي على خط الاعداد؟ اقول له 8 اول قفزه معايا هقفزها 2 عشان اوصل لل10، يبقى انا زودت 2. طب ال10 محتاجه كام عشان توصل لل100؟ محتاجه 90، يبقى اقول له 90. شفتوا ازاي يا ولاد؟ برضو انت تقدروا تعملوا هنا برضو نفس الحكايه. برضو اكملها لكم. انا اختار مثلا 5. ال5 تعالوا نشوف برضو نمثلها. تعالوا نمثلها الاول على خط الاعداد الاول. تمام. تعالوا نشوف 5 اهو على خط الاعداد. هقول له محتاجة كام عشان توصل لل10؟ محتاجة زائد 5 عشان توصل لل10. يبقى انا خلصت اول 10. طب ال10 محتاجة كام عشان توصل لل100؟ محتاجة 90 اهو، محتاجة 90. يبقى 95. يبقى 95 مع ال5 يساوي كام؟ يساوي 100. لو جينا نعملها على خط الاعداد اهو، خليكم معايا برضو، قصدي على لوحة ال100. هقول له 1 2 3 4 5. تمام. طيب باقي لها كام ال5 عشان توصل واكمل 10؟ باقي لها 1 2 3 4 5. يبقى ده اول عدد معانا هيكمل ال5 من متممات ال100. زائد كام؟ 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 اهو. يبقى 5 زائد 90 نقول له يساوي كام يا ولاد؟ 95. وخلاص احنا مثلناها تحت على خط الاعداد. فاهمين يا ولاد؟
اتمنى يا رب تكوني فهمتوها. ويعني انا بحب احيانا ان انا ادخل طرق جديده عشان اسهل على الطالب. انا لما حليت متممات المئة في كتاب التلميذ كنت حابه اقدمها لكم بطريقه اللي هو تنزل من تحت من عند لوحه المئة وتبدا تعد. علشان ايه يا اولاد؟ علشان تسهل عليك عمليه العد. تمام. اما دي برضو الطريقه دي جميله جدا وسهله جدا وتقدروا تحلوا بيها ان شاء الله يا رب. اتمنى تكون الحلقه ديت يعني تكون حلقه مفيده. وما تنسوش طبعا لو عجبتكم اعملوا لنا لايك ودعمونا بشير وانشروا الفيديوهات ان شاء الله عشان الكل يستفيد. واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.